بتضايقني، انا بتضايقني انا كشخص، بس تمام. ف المؤسسه لما كانت حصل تقييم لكل الموظفين بعد 3 سنين في المكان ده، تقييمك هي للقسم، تقييم للمديره كذا وللموظفين كذا والاجهزه الالكترونيه والسبلايز كذا. انا كتبت تقييم مش طبيعي. انا اسف والله. تقييمي انا احيانا في التقييم مش كريتيسايز، اللي هو انا مش بنتقد نقد سلبي، انا بنتقد نقد بناء، اللي هو عشان في يوم من الايام ممكن يؤخذ في الاعتبار. انا مش جاي اغير الكون، انا اتحطيت في موقف ان انا اقول رايي في الحته دي، بقول رايي بغزاره. في سبب تاني بيودينا للبرن اوت، ان احنا عندنا نقص في الكادر البشري. يعني احنا عندنا نقص في العالم كله في موضوع التمريض. مهما كانت قدرتك، انت ليك قدره جسديه معينه مش هتقدر تكمل الباقي، فطبيعي بيحصل لك ازمه سايكولوجيكال بتاثر عليك، تخلي طول الوقت انت ممكن في اي تليفون. انا مثلا تليفون الشغل في البيت تبع الشغل، هم عارفين ان انا مش محدش هيرن عليا النهارده. بس من بكره لازم يبقى مفتوح، رغم ان بكره عندي شغل اصلا بطشيه، بس لازم يبقى مفتوح يبقى معايا حاجه لها علاقه بالاداره مثلا. دي حاجه. فده بشتغل شغلتين يعني تبع الشغل نفسه، بس حاجه يعني عشان بس ما نخش في تفاصيل. فده بيعمل لي ستريس، ان حصل دروب في حاجه هضطر اكلم 18 موظف زائد 3 مديرين في النبطشيه الواحده. انت متخيل ده مثلا، وانا زائد ان انا ممرض، يعني دي حاجه ضغط نفسي مش طبيعي. ضغط عاطفي زي ما احنا بنتعامل مع الالم والوفاه. يعني احنا عندنا هنا في المانيا في حاجه زي ثقافه الموت الرحيم. في ناس في دول تانية تتقبله، في ناس لا تتقبله. يعني بغض النظر عن دلوقتي عن الجيوس السوشيال ايموشنال فاكتورز، هنتكلم في حاجات كتير في الجزء ده، بس مش وقته الصراحه، مش شايف. يعني لو حد حابب يتكلم ممكن نتكلم فيه بعدين في فيديو تاني، بس كمعلومه ان ده بيأثر عليا بالنفس، انا بالسلب. انا فاكر اول مره مريض في حياتي مات في 2015 وانا في الشغل، واشتغلنا عليه CPR اللي هو انعاش القلب والرئتين. انا قعدت 3 ايام ما اعرفش انام. يعني انا فاكر والدتي، يعني ربنا يديها الصحه، بتصحيني من النوم بعدها بقى باسبوع حلمت ان المريض ده مات خلاص. هو احنا اوريدي هو كان مات، وان احنا شغالين عليه تاني CPR في الشغل. هو اوريدي اصلا المريض مات، كان دفن الله يرحمه يعني. بعدها مريض تاني مات في مستشفى ما، يعني مش عايز اتكلم في تفاصيل المستشفى. سوري، قبل ما يموت انا روحت البيت. والله انا قعدت فتره في البيت بنام، بصحى بكوابيس ان المريض ده مات مره واثنين وثلاثه، من الصدمه الحضاريه اللي انا مريت بيها، بالصدمه النفسيه اللي مريت بيها، عشان مش حضاريه عشان محدش يتريق بس في الجزء ده. دي اثرت عليا نفسي ليه ما كنتش حدش قال لي ان انا ممكن ادخل الاول قسم عادي، بعد كده طوارئ، بعد كده عمليات او عنايه مركزه واطلع تدريجي. انا دخلت عنايه مركزه على طول، ما كانش حد عدى قدامي نصحني يعني. انا لقيت نفسي لبست في العنايه المركزه، فصباح الفل من الدار للنار. لقيت ان في ناس بتموت وناس بتحيا وناس بتشتغل CPR وتدي مخدرات عشان تلحق المريض، تدي مورفين، حاجات عشان مش عايز اتكلم في التفاصيل التكنيكال. الموضوع بالنسبه لي في الاول انا ايه اللي جابني هنا؟ انا ليه دخلني المجال ده؟ حتى والله بعد ما تميت ال 21 قانونا كنت اتناقشت مع دكتور عندنا في الكليه ربنا يبارك فيها في علم النفس، في سايكولوجيكال نيرسينج، سايكاتري نيرسينج. فكنا بنتكلم في الجزء ده. فقالت لي عمرو انت من حقك قانوني تلغي كليه التمريض كلها، بس مش ممكن تجرب، ممكن تنجح في يوم من الايام. فقلت لها اجرب، مش هخسر حاجه. بس قلت لها كان نفسي ادخل كليه تانية وتفاصيل كتيره يعني. فقالت لي كمل للاخر يعني. من الضغط النفسي اللي مريت بيه، من الاحتراق الوظيفي اللي حصل لي ساعتها، لان الموضوع كان صعب نفسيا في الاول ان انا اتقبله. طبعا في احيانا زي ما حصل معايا في مستشفى ما قله تقدير لدرجه ان تاني يوم قدمت استقاله. يعني كان موقف ان انا كنت لسه بمتحن اللغه، وامتحنت الB1 الحمد لله في شهر 7 2014 2018 2018 2019 2018 كنت بذاكر امتحان لغه المانيه، وكنت كان في شهر 7 انا ما افتكر، او في شهر 4 يعني، بس عشان مش عايز اخش في التفاصيل دلوقتي. فانا خدت اجازه من الشغل في مستشفى في القاهره اسبوع، 10 ايام او اسبوع. خدت الاجازه خلاص اوريدي، الاجازه مش مدفوعه الاجر عشان مثلا بس اجازه انا مش هقدر اشتغل عشان انا بذاكر حاجه مهمه، فبالنسبه لي حاجه مهمه يعني. خلصت الشغل، خلصت الامتحان ودخلت الامتحان ورجعت الشغل عشان استلم شغلي ونبطشياتي. فاول ما رجعت قالوا لي هشتغل على مريض HIV اللي هو مريض ايدز. انا ما بخافش من ايدز يعني كمان لله واحده. انا عمري بخاف من احيانا
من الانفلونزا اكتر من الاتش اي في، اللي هو عشان مش هنتكلم تكنيكال دلوقتي، لا يعني انا بخاف من الامراض المعديه اللي عن طريق النفس اكتر من الامراض المعديه عن طريق الدم والحقن والحاجات دي، مع ان كلهم بالنسبه لنا امراض يعني انا بنحاول ناخد بالاسباب بس. والله يعني انا فاكر في اليوم ده قالوا لي ان انا هشتغل على مريض اتش اي في، لان المريض ده كان بقاله فتره في القسم عندنا في العنايه مركزه، وبيحصل روتيشن لكل موظف، وانا كنت لسه في اجازه ولسه راجع من الاجازه، وقالوا لي ان انا هشتغل عليه، فانا طبعا رفضت. فقالوا لي انت رفضت ليه؟ حق قانوني، ده يعني كنت لسه في مصر يعني. فقلت له والله انا لما باجي اشتغل على مريض انا محتاج الاحتياطات، عشان لو مت يبقى انا قدام نفسي وقدام ربنا انا راضي عن نفسي، انا تمام ما قصرتش في حاجه. فقالوا لي مفيش ادوات هنا دلوقتي حاليا، خلصت وطلبنا هنجيب. قلت له خلاص لما تجيب يبقى هاتها. انت بستلم النبطشيه لحد ما نتصرف. ما بستلمش نبطشيه، ما بستلمش مريض. والله هذا حصل يعني، لدرجه انا فاكر اليوم ده مدير المستشفى نزل قال لي تعالى عايزك على المكتب، جه الاول القسم قال لي استلم، قلت له مش هستلم، قال لي تعالى نقعد شويه في المكتب، وجاب لي شاي وما اعرفش ايه، بيحاول يسترضيني عشان استلم النبطشيه. قلت له لا مش هستلم النبطشيه، انا مش هستلم مش عشان حاجه، انا عايز ماتيريال اشتغل بيها. كلامي واضح بالعربي جدا. قال لي مفيش حاليا هنتصرف نجيب. قلت له خلاص لما تجيب يبقى عرفني، انا هشتغل على مريض تاني، بالنسبه لك مقبول؟ لا مش مقبول. قلت له شكرا انا بعدين استقالة، ورحت كاتب استقالتي ومشيت، اللي هو كان ليا فلوس اخدتها بعدها بشهر. فاللي هو حسسني اللي هو يعني انت هتشتغل عليها والدنيا تمام يا والله، لدرجه ان انا خلصت النبطشيه في اليوم ده، ما استلمتش الشغل بتاعي وسبت الشغل وسبت القاهره ورجعت الشرقيه، واتكلمت مع والدي في اليوم ده الله يرحمه، فوضحت له كل حاجه. قال لي طالما انت مش زعلان على حاجه خلاص. قلت له بابا انا حرفيا انا ما عنديش مانع اشتغل على مرضى، ما اشتغلت على مريض عنده ايدز وعنده منجيتس وعنده انفلونزا وعنده اتش بي في واتش سي في وحاجات هي مميته، عشان بس ما حدش، بس انا اشتغل على مريض عنده امراض معديه مش هلبس الحاجه اللي تحميني. هو ربنا هو الحارس، بس احنا بناخد بالاسباب، احنا مطالبين بناخد بالاسباب. فانا قانونا انا لو اشتغلت وتعبت انا اللي هشيل الليله كلها. يعني انا فاكر في نفس المستشفى اللي انا قررت ان انا ادي مستقله فيها في نفس اليوم ده، ليا واحد زميلي هو محمد رمزي وعارف نفسه كويس يعني رمزي لو هو بيسمع الفيديو، كان شغال معانا في نفس القسم في نفس المستشفى، وحصل له حاجه اسمها هوسبيتالايز اكوايرد هوسبيتال نومينيا انفكشن ديزيز. ده مرض منتشر لاي حد في مستشفى، ممرض دكتور مريض يتعرض للمرض ده. هو مرض اسمه اكتساب عدوى الصدر داخل المستشفيات، هو اسمه كده. فسبحان الله حصلت لمحمد رمزي، حد زميلي يعني او حد اخويا وحبيبي يعني، اتمنى نتقابل قريب ان شاء الله. تعب في اليوم ده، يعني في نفس الفتره اللي انا قدمت فيها استقاله قبل ما اقدم استقاله بشهر بالظبط، سوري هو تعب قبل ما اقدم استقاله بشهر ونص. جات له نومونيا من مريض عنده نومونيا، يعني مريض عنده التهاب صدري في الصدر، التهاب. فرمزي ربنا يعني يبارك فيه دلوقتي ويحفظه جميعا وهو اهله، اكتسب المرض من المريض في الشغل اثناء العمل الرسمي بتاعه. انا فاكر في اليوم ده، انا فاكر والله حصل ده قدامي، ان نزل رئيس التمريض ورئيس المستشفى في اليوم ده، واحنا وضحنا له ان في ممرض ناقص من التيم، ده معناه ان احنا محتاجين ممرض تاني احتياطي يقف على رجلين. انا واقف في القسم لان القسم هيقف، يعني انت كل ممرض بيبقى عدد مرضى معين، شكرا، لو حصل حاجه مش هشيل اكتر من كده، ده القانون. يعني احنا مش هنتكلم بصيغه قانونيه بس هنتكلم بصيغه انسانيه، ده هيبقى تبذير صحه بشكل عنيف لدرجه ان ممكن الممرض يتعب. فرمزي تعب في اليوم ده، اكتسب المرض من المريض، بيحصل عادي، مناعه ضعفت لاي سبب، قله نوم تحصل، يعني قله النوم في حد ذاتها بتضعف المناعه، سوء التغذيه بيضعف المناعه، عدم التعرض للشمس مع ان الشمس بتحرق يضعف المناعه. اللي انا ما قابلش الناس دي كلها تضعف مناعه، لان انا طول الوقت عايش في البيت لوحدي تضعف مناعه. ففاكر رمزي في اليوم ده سبحان الله مناعته وقعت لاي سبب يعني بغض النظر، فتعب. هو هيتعالج في المستشفى، تركب له كانولا، مستشفى خاصه تركب له كانولا ومحلول، وما حاسبش عليهم بصراحه. انا فاكر في اليوم ده ما حاسبش عليهم، ما اعرفش بعد كده حاسبوه ولا لا، مش عارف. والدكتور المدير المستشفى قال له خلاص روح بيتك اتعالج، يعني هو مش من القاهره اصلا، روح بيتك اتعالج وتعالى لنا تاني. انتوا متخيلين رمزي قاعد معانا شهر في المستشفى كمان بعد الحادثه ديت، وقال لهم السلام عليكم، جاله عرض كويس ما شاء الله احسن يعني. انا فاكر في الفتره ديت اللي هو ايه ده،
هو انا ممكن ابقى زي رمزي انت مش مهتم بيها كموظف اصلا، فطبيعي يحصل لي بيرن اوت، رايح شغل مش طايق لحد اصلا، ده طبيعي. يعني انا فاكر لاحظت ان انا احيانا بتاثر بالحاجات زي دي في طبيعه شغلي، اللي هو مش متقدر كبني ادم. احيانا انا رايح اشوف حد مش طايقه اصلا، لان هو مش مقدرني كبني ادم، مش مقدرني كانسان زيه، ده بيأثر عليا كممرض. قلة التقدير والدعم الاداري مش محتاج اتكلم فيه. وفي كمان اللي هو عندنا الارهاق التعاطف، ده لما بيحصل ان المريض لما يتعب قدامك انت مش قادر تعمل له حاجه غير اللي هو الستاندرد او الجايد لاينز اللي انت بتقدمها له، فانت احيانا بيأثر عليك بشكل سلبي، دي حاجه مش احسن حاجه. يا لهوي، في علامات كتير للبرن اوت. بتصحى من النوم مش طايق حد، تصحى تتاخر على الشغل ولا فارق معاك حد. تصحى سريع، يعني انت سريع الانفعال على مريض، على اهل المريض، على نفسك، على اهل بيتك، على اي حد. انت مش طايق حد، ما حدش مقدر حاجه يعني. والله بتحصل. مش قادر تفصل ما بين الشغل والبيت. انا قاعد في الشغل مركز في البيت، وقاعد في البيت مركز في الشغل. انا واحيانا بشك في قيمه، يعني في قيمه الشغل، ده جزء من العلامات اللي موجوده طبقا للدراسه اللي قدامي يعني. وتخليك انك تعتمد على القهوه بشكل مفرط، اللي هو انت لو مشيتش قهوه مش هتعرف تركز في الشغل، فانت الادمان على القهوه بالذات في فتره طويله احيانا بيأثر على الاعصاب. انا فاكر في هنا ماده هنا في المانيا بس تتشرب عادي يعني زي العصير، كلوب مات اللي هي ماتا، يعني نسبه الكافيين فيها عاليه جدا، نسبه الكافيين فيها عاليه بشكل مش طبيعي. انا شربتها لحد دلوقتي 5 مرات في حياتي، مثلا 6 مرات يعني. لان بس عشان عارف ان انا نفسي اصحى فتره طويله، مثلا يعني 12 ساعه 15 ساعه 20 ساعه شغل مثلا، او عندي حاجه مهمه محتاجه تركيز جامد فاشربها. بس دي على المدى البعيد بتهلك الجهاز العصبي، تهلكه حرفيا، فدي حاجه مش كويسه. بس انا احيانا لما كنت محتاج اركز، محتاج مثلا امتحان سواقه، قياده السياره، ده بيحتاج تركيز عالي جدا، لان الغلطه طريق السلامه، بتدفعك 500 يورو غرامه في الامتحان نفسه، يعني 250 يورو قيمه الامتحان، و250 يورو قيمه الساعه ما قبل الامتحان اللي هو التجهيز ذاته. فدي حاجه مش وانس، شكرا بتعدي وخلاص. انا اسف ان انا اتخوضت في الجزء ده، عشان الموضوع ده منتشر جدا في مهنتنا احنا كتمريض، بشكل عام منتشر في العالم كله دلوقتي بسبب الانفليشن وبسبب التضخم الاقتصادي اللي احنا بنمر بيه دلوقتي. بس ده انا اتكلمت في فيديو قبل كده انك ممكن تعمل حاجه اسمها تعدد مصادر وتطور من نفسك. ان شاء الله مع الوقت ربنا يكرم ان شاء الله يكون معانا وقت شويه نتكلم في تعدد المصادر، تفصيله ماده او تخصص واحده ان شاء الله. طب انا اعمل ايه كلابراوي وعندي بيرن اوت؟ او تعمل ايه انت كمشاهد وانت عندك بيرن اوت، انت عندك بيرن اوت، عشان مساواه برضه. اول حاجه تتعلم تقول لا. المدير بتاعك يقول لك هتيجي نبطشيه زياده، لا. هو ده اللي حصل معايا، انا لازم اروح الشغل، لا. لازم اروح الشغل، لا. نبطشيه زياده، لا. حد يتصل عليا بالشغل عمري في حصل طوارئ، ما عنديش عربيه مش هعرف اروح الشغل، هاتوا له عربيه، لا. طيب خلاص، لا مش جاي الشغل. نفس الفكره في اجتماع، يعني مثلا بيحصل اجتماع شهري في الشغل عندنا، لدرجه ان انا قلت لهم انا مش هسافر، انا مشوار من بيتي عشان اروح مكان الاجتماع مثلا من ربع ساعه، نص ساعه بالكتير. انا بياخد من بيتي المكان اللي هيحصل فيه اجتماع ساعتين، احيانا ساعتين وكسر رايح، وساعتين ونص راجع، او ساعتين راجع، عشان بس اجتماع نص ساعه ولا ساعه. طب نعمله اونلاين بسيطه، هي سهله. هنفكر هنشوف، اصل هي الساعه دي مطفوه الاجر، ما انا برضو قاعد في البيت وهقعد لك على الاونلاين ومطفوه الاجر. يعني انا اسف، انا مش عايز اقول لفظ سيء، بس انا برضو بفضي نفسي عشان الاجتماع. فرقت ايه ان انا اسافر مشوار زي ده بالشكل العنيف ده؟ يعني مش منطقيه، بس هي هم عايزين كده، او المخرج عايز كده، فتعلم اقول لا. انا يوم الجمعه كلموني نبطشيه اضافيه الجمعه اللي فاتت، اللي هي النهارده ايه، اقسم بالله الايام ايه، النهارده الخميس، النهارده الخميس. يعني يوم الجمعه اللي فاتت اتصلوا عليا الساعه 8 بالليل. انا مش عايز اتكلم عن التفاصيل دي، بس باختصار اتصلت عليا يعني روزا، كلمتني قالت لي عمرو فاضي يوم السبت، عندك نبطشيه الصبح؟ قلت لها بصي انا كنت فاضي،
بس في مشكلتين دلوقتي، انا حاليا بره البيت، مش موجود في البيت، ومش هارجع البيت النهارده. كنت خرجت بره البيت يعني عند حد، بس يعني مش بعيد عن البيت، بس انا قاعد بذاكر يعني. انا واخد الاجازه دي اصلا ان انا قاعد مع حد اشوفه بالنهار شويه واقعد اذاكر بقيه اليوم. دانكو. فدي مثلا جزء. فقلت لا، عشان عندي مذاكره، عندي تسليم ماده بنت لذينه في الكليه لازم اسلمها خلال اليومين دول، فانا قاعد مش بلعب. فقلت لا، طبيعي ان انا محدش هنا يزعل مني ان انا قلت لا، ده طبيعي هنا يعني. لا دي يعني قشطه. وثانيا انا اتعلمت هنا ان السكوت علامه الرفض. تمام. والسيلف كير، الا وهو السيلف كير. بس انت تبقى انت عارف مشكلتك فين الاول، عشان بس قبل ما تقول لا تبقى انت عارف المشكله فين. يعني انا اكتشفت مثلا الضغط النفسي اللي بيحصل لي مثلا كل فتره بسبب الشغل، اللي لازم افصل. انا في شهر 5 انا عندي كام شغل نبطشيه؟ عندي 5 ايام شهر 5 مايو 2026، عندي 5 ايام نبطشيه، 3 ايام اجتماعات، مش اونلاين، 3 ايام كل اجتماع 8 ساعات. بس في حاجات انشطه بنعملها في الاجتماع، مش اجتماع بغض النظر عن التفاصيل يعني. وعندي 6 ايام كليه، وعندي 4 ايام مواعيد رسميه، وعندي امتحانين. هو ده الشهر خلص يعني. فانا لقيت نفسي الشهر كله تقريبا هبقى بره البيت، او تقريبا حرفيا يا اما في الكليه، يا اما في المكتبه، يا اما في نبطشيات، يا اما نايم في البيت. يعني هي انا عرفت مشكلتي فين خلاص. انا مش هشتغل كتير في الشهر ده، بس عندي حاجات زي الشغل بس تبع الشغل، وحاجات تبع الكليه، فلازم اخلصها في ميعادها، لان انا مضيت للاسف اونلاين على الحاجات دي. في عيد الكبير، عيد الاضحى، فدي مشكله كبيره جدا. فلقيت نفسي عمرو، طب هتصرف في المشكله دي ازاي؟ انا شهر 5 ده انا عندي اجازه رسميه 10 ايام، بس 10 ايام منهم اصلا ايام للكليه وايام امتحانين فيهم، وعندي هو مش شغل اجازه بس حياه تانية مش اجازه. ولقيت نفسي اخر يوم امتحان يوم 28/5 29/5، لقيت نفسي مش قادر افكر هعمل ايه. لقيت نفسي قاعد على جوجل، شفت اوفر لدوله ما، طياره بالفندق بتاعها بالاكل والشرب، تك تك تك، شكرا الحمد لله ما طلعوش غاليين. بس ما عنديش حل تاني عشان اكمل في الدنيا دي. دي بنسميها عندنا ريست. بعمل ريست لمخي، بعمل ريست لافكاري، بعمل ريست لجسمي. طبعا الفتره دي مش هيبقى في تليفونات، مش هيبقى في اي حاجه خالص، مفيش ايميلات، مفيش بني ادم هيكلمني، مفيش حد. يومين قررت ان انا 48 ساعه، لا 72 ساعه، 72 ساعه، 76 ساعه، يعني 3 ايام. مش فاكر الارقام. انا قافل تليفوني بعيد عن العالم كله، رايح مكان ان شاء الله، لو في يعني لو كمل على خير يعني، بعيد عن اي حاجه. just close your mind for these days يعني. اقفل حياتك. وفي جمله سمعتها من 3 ايام، جمله ما شاء الله عظيمه: if you confuse you lose. لو انت هتعقد الامور هتخسر كتير قوي، فخليك عيش بالبساطه. فانت حس بنفسك كده، اعمل سيلف كير لنفسك. انت مشكلتك فين؟ انا مشكلتي 1 2 3 4 نبطشات ورا بعضها كتير. خلاص خلي النبطشات بشكل منفصل، اتكلم مع مديرتك او مديرك في الشغل. مشكلتي ايه تاني؟ مواعيد الكليه، مواعيد التسليمات، وي والابحاث العلميه، وشغالين على حاجات. قلل الضغط شويه، قلله. انت الكليه كلها فيها فخ اختياري، ما فيش اي حاجه في الكليه اجباري الا لو مضيت على حاجه. الا لو مضيت على حاجه. لو مضيت بمزاجك انت اوريدي برضه يعني، انت مش مجبر انك تمضي في ساعتها يعني. تالت حاجه، انك تقدر قيمه نفسك من حيث الصحه، وانك يعني في الحديث الشريف يعني ولا بدنك عليك حق. يعني انت هتتسال على في يوم من الايام انت قضيت شبابك في ايه، وفي نعمه احنا مغبوطين فيها الا وهي الصحه والوقت. انت لازم تحس بنفسك، يعني لازم تقدر قيمه نفسك وتهتم بصحتك النفسيه. والكرش ده لازم ينزل يا عمرو. انا بكلم نفسي اهو. فحاضر هقلل اكل خالص بالليل، اقلل خبز خالص بالليل، اقلل خبز خالص فتره طويله، رز ومكرونات الحاجات دي. انا مشكلتي مش باكل اصلا كميات، انا باكل حاجه بسيطه بس هي غير صحيه. هي دي مشكلتي. انا مش عشان حاجه، عشان احيانا بتيجي عليا فتره انا مشغول جدا، مش عشان انا مشغول، عشان فعلا انا مضغوط. لسه هطبخ، مشي امورك. التواصل الاجتماعي، الا وهو يبقى ليك شبكه اجتماعيه حلوه قوي،
تسهل عليك الحياه. في الغربه بتقدم على السوشيال ميديا بلاتفورمز، تدور على الناس، تشوف الناس قريبه منك، تتعرفوا على بعض. وبقولها في فيديو ده صحيح عشان ما انساش، في شهر 8 انا هيبقى عندي اسبوع اجازه شويتين. لو حد حابب يعمل هايكنج ممكن نظبط الاسبوع ده. انا الاسبوع ده ما اتحددش، بس بنسبه كبيره في نص الشهر. لو حد حابب نعمل هايكنج، نطلع اي جبل، نتسلق اي جبل على رجلينا طبعا، او ننزل من عليه او نطلع بالتلفريك وننزل على رجلينا. في المنطقه اللي انا عايش فيها كلها جبال تقريبا، فحابب يشرفني، وممكن نتقابل ان شاء الله في شهر 8 ونطلع كام جبل كده او نستكشف المنطقه حواليا لو حد عنده صحه يعني. وما تنساش برضه كمان في الاخر عشان ما اطولش، انا حاسس اني طولت فشخ في الموضوع. اطلب مساعده، كلم طبيب نفسي، كلم دكتور زميلك، كلم ممرض زميلك مر بتجربه زي دي قبل كده، كلم الخبرات اللي قبلك، كلم الاجيال اللي قبلك. عندك اي اساله، استفسر شويتين، خلي عندك معلومات اكتر، خليك واثق من نفسك في المعلومات التمريضيه كهيلث اديوكيشن او هيلث سبيشاليست او هيلث او نيرس انستراكتور في شغلك. فالحاجات دي كلها بتسهل، بتديك دعم نفسي جامد جدا، انك بتخليك تطور من نفسك وبتديك ثقه بالنفس اكتر. انا اسف ان انا طولت. انت لو بتمر في ازمه زي ديت وبرن اوت، حاسس انك بتمر بازمه برن اوت، اتمنى تعرف نفسك انك متضايق شويه، ولو اقدر اساعدك عرفني. لو تعرف حد يقدر يساعدك كلمه او كلمها على حسب انت ذكر ولا انثى، او كلميه او كلميها. تبقى انت عارف انت لو بتمر بازمه فانت مش لوحدك. والله انت مش لوحدك، انا حواليك كتير. انا اسف انا شكلي طولت جامد في الفيديو، بس ده مش معناه انك ضعيف على فكره، ده معناه انك انسان بيدي كتير، فما بتديش كتير. عشان صحتك النفسيه. صحتك النفسيه هي ده الدعم النفسي مهم جدا ليك انت كشخص. والرسول صلى الله عليه وسلم كان دايما بيستعيذ من اللهم اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيستعيذ من الضغط النفسي اللي الانسان بيمر بيه. يعني يا لهوي الكلام راح مني دلوقتي. الهم والحزن اللي هو الزعل وتشيل في نفسك وقهر الرجال، دي حاجه مش سهله طبعا، يعني لدرجه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيستعيذ منها. فدي حاجه مش سهل حد يتقبلها بسهوله، وصعب على بني ادم بشكل عام. بس ده مش معناه انك تستسلم للامر الواقع، وانما نحاول نغيره.